من اولها كده يا رضوى؟ معلش انا اسفه يا دكتور اني ما جيتش امبارح. انا قلت انت غيرتي رايك او لقيتي شغل تاني. لا انا بس عندي مشاكل في البيت، بس خلصت على خير ان شاء الله. وعلى العموم انا راجل فار. مرتب اللي اتفقنا عليه انا عارف انه في الظروف دي مش هيكفي. هزودك كمان 1000 جنيه. بجد؟ بس عايز التزام يا رضوى، ما حصلش. ان شاء الله. رضوى، الفرص اللي زي دي ما بتجيش للناس كتير. الشاطر اللي يمسك فيها بايديه واسنانه وما يفوتهاش. مظبوط. تحب تحكي ايه المشاكل عندك في البيت؟ مفيش، جوزي عنده السكر واضطرينا نعمل عمليه في رجله واستلفنا ثمنها، ودلوقتي جه عليه حكم يدفع الحبس. يا ستر. لا انا مش بقول لحضرتك كده عشان تفهم حاجه، لا سمح الله حضرتك اللي سالت. انا بس بقول لك كده علشان تعرف ان انا مش بتنطط على الرزق وقد ايه انا محتاجه الشغل. الدين عليكم كام يا رضوى؟ لا والله العظيم والمصحف ابدا. رضوى، الناس لبعضها. هديلك الفلوس واقسطهم عليك على كذا شهر، مش هتحس بيه؟ مش كده احسن؟ يا دكتور انا مش بقول لحضرتك كده علشان خلصيني بقى، كام المبلغ يا رضوى؟ بقول لك يا متر، هو احنا هنفضل قاعدين كده كتير؟ انا بقالي شهر ما شفتش ابني. وهو الرجاله دي كلها برضه مطلقين ومش عارفين يشوفوا عيالهم؟ امال امي عايزاها تجوزني ليه؟ ساعتك كام؟